النهارده هعمل معاكم تخزين ورق العنب. هتخزنيه من السنة للسنة من غير ما لونه يتغير ولا طعمه ولا ريحته تتغير، وهتشوفوا معانا بطريقة سهلة وبسيطة، وهتشوفوا الخطوات معانا. زي ما انتم شايفين كده، دي كمية ورق العنب اللي احنا هنفرزها وهنخزنها معاكم من السنة للسنة. فكل ما تعوزي منها هتطلعيها، حتى لو بعد السنة هتلاقيها زي ما هي، ما فيهاش اي عيوب ولا الورق بيتغير ولا فيها اي حاجة خالص، وهتلاقيها زي ما هي كأنك لسه جايباها دلوقتي. وهنعملها مع بعض واحدة بواحدة. دلوقتي اول ما جبتهم بقى انا جبت حطيتهم كلهم على بعض وفي قلب حاجة كده كبيرة زي ما انتم شايفينها، وغسلتها بمية. وزي ما شفتوا طبعا ورق العنب بعد ما اتغسل، فطبعا في ناس هتقول ايه ما تغسلوش، لا لازم اغسله، لان انا لما غسلته ونزلت الميه بتاعته سودا. فطبعا اللي ورق العنب ده معمول في اراضي زراعيه، فالاراضي الزراعيه طبعا فيها حشرات بتعدي عليها، وفيها مبيدات بيرشوها، وفيها طبعا اتربه وحاجات ياما. فكل ده لما تيجي تخزنيه في البرطمان وتحطي عليه المحلول بتاعه، فالمحلول هيشرب الميكروب والبكتيريا والحاجات اللي فيه اللي انت ما غسلتهاش. فطبعا لما بتغسليه بتنزلي كل التلوث ده، عشان لما تاكلي اولادك اكل هيبقى نضيف، يعني حتى هتبعدي عنهم من الامراض. فطبعا بصي لما غسلته، بصي نضف ازاي، شكله نضيف. وطبعا لما بتيجي تفرديه بتنشفيه كده من الميه، وهتشوفوا دلوقتي هنعمل فيه ايه. طبعا هوريكم دلوقتي ازاي بقى تقصقصيه ورق العنب. بصي هتجيبوا الورقه كده مفروده، وتبقى شكلها اخضر يعني مزهزه، مش شكلها دبلان. فلما بتيجي تنقيه طبعا بتبقى بالشكل ده كده، وبيبقى شكلها طازه، باين عليها انها طازه، وبيبقى حتى لما بتيجي تخزنيها بتبقى حلوه في التخزين. هتشوفوا دلوقتي هنعمل ايه في الورقه بتاعتها، العيدان بتاعتها. فهنجيب المقص، يعني توصيها بالمقص احسن. فالورقه زي دي كده هنقصها، وما نيجي نقصها مش هنقصها من بره، لا هنقصها من جوه، عشان خاطر زي ما انتم شايفينها كده. لان الحته اللي هي دي الناشفه لما بتيجي تلفيها بعد كده تيجي تطلعيه وتحشيه بتضايق، حتى في الاكل بتضايق، فبتشيليها حتى الحته الناشفه دي تشيليها كمان بالمقص. فزي ما انتم شايفينه كده هنفرده بقى مع بعض. تفرديه طبعا بعد ما بتفرديه بتشوف المقاس بتاعك. زي مثلا دي كبيره، فاحنا عملنا، انا عشان اوريكم بس، احنا عملنا هنا الجزء فردناه، مثلا ده الكبير، فده مع بعض زي ما انتم شايفينه. بنحط المقاسات كلها مع بعض، يعني ده مثلا وسط وتحت قده نفس المقاس، عشان لما تيجي تلفيه هيبقى كله مقاس واحد، ولما تيجي تحطيه هيبقى الصف اللي بتحطيه بيبقى مقاس واحد، لانك مستعملها كله من الطبق ده مثلا لو وسط، ولو ده كبير بتحطيه مثلا تحت بيبقى كله صف كبير. فهنا هنمسك برضو اوريكم ازاي تتقص. اهي الورقه اهي مفروده وخضره، يعني مش تجيبيها بهتانة او تجيبيها فيها حاجة مضروبة. هو بيبان مثلا لو الورقة فيها حاجة مثلا بتبان الشكل كله عمومي، فاكيد اكترها لما بتبقى خضرة كده وشكلها حلو طبعا بيبقى النوع ده كويس وحلو. في ساعات بيبقى اكتره من هنا يعني في عيوب، مثلا لو متخرم او دبلان او لونه بني او الحاجة دي طبعا هتبعدي عنه، لان ده كله مش نافع بايظ يعني. فهنا لما نيجي نقصه هنقصه من جوه كده زي ما انتم شايفينه، وهنفرد بقى تاني كده اهو فوق بعض. فطبعا هو تعبه في حكاية الغسيل، وتعبه برضو في فرده، فبرضو لو معاكي حد برضو طبعا الأولاد أو كده يساعدوكي. فهنا هنحطه هنا تاني. هنمسك مثلا دي كبيرة اهي، طريقة من المية، بصي بتمسكيها من تحت كده اهي. بصي الورقة مفيهاش أي حاجة، تفرديها كبير مع كبير كده زي ما احنا شايفينه. هنعمل كذا واحدة كده وأوريكم. طبعا أنا غسلاه، مش هتصدقوا على المية اللي نزلت وشكلها. انا مش عارفه ساعات فيه بيخزنوه، فبيخزنوه بحاله كده من غير غسيل، بس انا نزلت الميه. والله حتى لو غسلتوه انتوا برضو هتجربوا هتشوفوا، يعني هينزل الميه فظيعه. فطبعا دلوقتي على نظافه، وبعد ما كمان بخزنه واجي اخد منه بشطفه تاني بغسله تاني. فالحاجه دي لازم تكون طبعا كل ما تكون نظيفه كل ما بتبعدي الامراض عن اولادك. فهنا برضو هنشيل برضو نفس الورق كده وهنحطه فوق بعض كده، كل المقاسات الكبيرة دي مع بعض. فطبعا بننقي الورق. انا دلوقتي معايا الصحن ده زي ما انتم شايفينه اهو، في الورقة كبيرة، فبنقي نفس الورقة نفس المقاس عشان تبقى كلها شكل واحد، وبخلي مثلا الصغير مع بعض، او عشان ما تضايقش حد طبعا في الاكل، وتفرديها كده عليها كده، وهكذا. يعني تقعدي بقى تنقي الورق الوسط والورق الصغير. دي مثلا صغيرة شوية فاشيلها من هنا
واحطها دي مع الصغير ده. هنحطها هنا مع الورق الصغير كده، وهننقي بقى ايه لو دي صغيرة او كبيرة، بنشوف مثلا الحجم بتاعها ونحطها معاها. طبعا لما غسلناه بصوا نضيف ازاي، بصوا شكله نضيف ازاي، ما فيهوش اي اتربه ولا فيه طبعا ميكروب ولا فيه اي حاجه. انا بتغسل حبه حبه وارمي الميه بتاعتهم واحطه في المصفى. طبعا فيها اتربه وفيها ميكروب وفيها حاجات ياما، فالغسيل بتاعها احلى. فطبعا كل ما بتهتمي بالنظافه كل ما بتبعدي الامراض طبعا عن اولادك وكده وليكي ولاي حد، فبتبقى احسن يعني. اهو فهنحط بقى كله ايه ورا بعض. طبعا وبعد ما قصقصنا العيدان زي ما انتوا شفتوا وشلنا الحته اللي هي بتبقى ناشفه شويه، عشان لو عملتيها في الاخر ولفتيها الصوابع بتضايق في الاكل. فهنا طبعا بصوا هنا عملناها احجام زي ما قلت لكم مع بعض. فهنا مثلا احجام هنا مثلا زي ما انتوا شايفينه كده، ده احجام مثلا كبيره شويه، دي الاحجام الصغيره دي بتتحط بقى بتلف صوابع. فبتيجي بقى ايه طبعا في الاول بتحطي اول دور في الحله من تحت بتحطي الصوابع الكبيره، بعد كده دي بتتحط صوابع صغيره فبتحطيها بقى في الفراغات في الدور التاني بقى كده. لما تلاقي فيه فراغات تحطي الصوابع الصغيره دي بتستوي برده بسرعه. بصوا دي احجام وسط. لا النهائي بعد ما غسلناه ونضفناه وقصقصنا العيدان. طبعا لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش طبعا الاشتراك واللايك وتفعلوا زر الجرس، واهم حاجه طبعا تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. دلوقتي بقى جبنا الحله اللي انتوا شايفينها دي عشان هنعمل محلول ورق العنب اللي هنخزن فيه في البرطمانات. فدلوقتي احنا جبنا اول حاجه بنعملها في الحله دي الميه. فخدنا 9 كوبايات ميه من دي على 2 كيلو. اهو 9 كوبايات ميه اللي انتوا شايفينها دي على 2 كيلو. 2 كيلو ورق العنب. هنحط كوبايتين الا ربع خل، او زي ما انتوا شايفينه كده كوبايتين الا ربع. ادي كده ادي ايه واحد كده، كوبايه الا ربع، كوبايه الا ربع. يبقى كده كوبايتين الا ربع خل على 9 كوبايات ميه على 2 كيلو. بعد كده بقى هنحط الملح. خدنا دلوقتي كوبايه ملح كبيره كده زي ما انتوا شايفينها، هنحطها برضو على المحلول زي ما انتوا شايفينها كده. نحط على المحلول 4 معالق سكر. ادي 1 2 3 4. السكر طبعا ده يحفظ الورق ان هو ما يجرالوش اي حاجه. بعد كده بقى هنقلبه ونحطه على النار. هيسخن على النار بس تسيبيه يبرد شويه على اساس ايه ان هو ما يدوبش ورق العنب لما تيجي تخزنيه، يعني يبقى دافي حاجه بسيطه قوي. هنجيب بقى البرطمانات اللي زي دي كده وهنخزن فيها ورق العنب زي ما انتوا شايفينه. فادينا اهو فتحناه هنحط فيه. جبنا المجموعه اللي هي مقاس واحد كده زي بعض، وهنجيبها نعملها كده نلفها بقى ايه مع بعض كده زي ما انتوا شايفينها كده اهي. تلفيها جامد كده عشان ما يبقاش فيها اي هوا اهو. تلفيها تدخليها بقى كلها في بعض اهي. بس عامله ازاي. وتقوم جايبه البرطمان وحطها كده اهو، تنيميه كده وتجيبي بقى مجموعه تانية تعمليها وترصيها جنبها. مش هوقفه عشان ما يتقلبش. هتجيبي بقى المجموعه دي مثلا اهي برضو زي ما انتوا شايفينها اهي. فهنجيبها نسويها كده جنب بعض كلها تبقى مقاس واحد، وبعد كده بتدخليها كلها في بعض. هتبقى بصيت لي فيها اللفه دي كده دايره زي السندوتش كده اهي، وتقومي ماسكاها حطها ايه جنبها اهي. اما واحده تفك تقومي ايه عاملاها دخلها تاني. هما بقى ما بيبقوا جنب بعض ياما هما هيمسكوا بعض. دلوقتي بقى زي ما انتوا شايفين حطينا في البرطمان زي ما قلنا لكم، لفيناها زي السندوتش كده وبنطلع منها فراغات الهواء، وعملناها كده زي ما انتوا شايفين دايره اهي في قلب البرطمان. وبعد كده طبعا في فراغ حته هنا فهنحط فيها واحده بس مربعه. هاخد بقى واحده اوريكم تاني بتتعمل مربعه كده اهي كده، وبعد كده التانيه كده مربعات كده عشان تقفل العواميد اللي احنا عاملينها في ورق العنب اهي كده اهي. بنعملها مربعه زي ما انتوا شايفينها كده ونقوم حاطينها على الوش هنا اهي. المربعه اللي على الوش اللي انتوا شايفينها دي بعد ما عملنا العواميد اللي حطيناها كلها بصوا مقاس واحد كلها.
فعشان كده لما بتتحط مقاس واحد بتريحك في الشكل لما بتيجي تحطيها في البرطمان. هنا بقى جبنا خلصنا البرطمان اللي هو الاولاني، فجبنا بقى البرطمان التاني طبعا ما انت عندك يعني. وبعد كده هنعمل فيه نفس الحكايه برضو لحد ما ناخد الورق ده، ولو عوزنا تاني في ورق تاني في برطمان مثلا تحطي فيها تاني بنفس الشكل برضو. فهنا طبعا احنا طبعا شفتونا بنلفها ازاي، فهي هنحطها كده بالعمودي كده، واقفه عمودي بالطول اهي. فنحطها نايمها كده عشان ما تقعش، وناخد برضو التانية دي زيها كده جنبها، وطبعا كمان واحدة يعني كلها بصي عواميد كده واقفة جنب بعض، واخدة البرطمان كله زي ما انتوا شايفين كده شكله. ولما بتحطي عليه لو في ورقة طالعة بتنيمها يعني، فكده بتبقى عواميد في قلب البرطمان. هنعمل بقى كمان حبة زي العمود كده اهي، زي السندوتش، وبتفرغي منها الهوا، وبعد كده بتعمليها سندوتش كده اهي زي ما انتوا شايفينها كده بالطول. وبعد كده تدخليها ترصيها برضو جنب التانية اهو، وهكذا بقى لحد ما تملي البرطمان. ولو في ورق تاني في برطمان تاني حطي فيه برضو لحد ما تخلصي كله بنفس النظام. وكده بعد ما حطينا بقى كمية ورق العنب في البرطمانات زي ما انتوا شايفينها دي كده اهي الشكل النهائي، ودي برضو نفس الشكل كده. طبعا البرطمانات عندي انا ما كانتش مكفيه، فانا جبت بقى ايه اشكال كده صغيره زي ما انتوا شايفينها، اللي عندكم يسد يعني. المهم ورق العنب تكفيه، وكل اللي كان موجود الحمد لله يعني حطيناه، وهتشوف هنكمله ازاي. حتى ده هنا بصوا من نفس المنظر كده كان عندي برضو كملت بيه. فهنا بص كملت يعني حطيت كتير في البرطمان عشان ياخد. انتوا عارفين ورق العنب بيبقى هايش كده لفوق، وبعد كده ما بيتحط بيتلف يعني ممكن تحط ياخد ياما، ده البرطمان بياخد كتير. فزي ما انتوا شايفينه كده حاطين كتير في قلبيه. فكده كفه بقى الكميه اللي كانت عندنا كلها اللي موجوده، حطيناها كلها في البرطمانات. فهتشوفوا بقى هنعمل المحلول ازاي فيها. ده بقى محلول الميه بعد ما طبعا سخناه قوي، وبعد كده سيبناه يبرد لحد ما يبقى دافي خالص، دافي حاجه بسيطه. طبعا البرطمان اهو بعد ما لفينا فيه الورق زي ما انتوا شفتوه بالطريقه اللي احنا عملناها مع بعض، فهنحط بقى فيه المحلول. المحلول ده طبعا احنا حاطين فيه حاجات زي ما قلنا لكم كده، فده بيحافظ على الورق انه ما يجرالوش اي حاجه. لو خزنتيه بنفس الطريقه كده لو قعد معاكي سنه هيبقى زي ما هو، لا ورقه هتتغير ولا لونها هيروح ولا هتبوظ ولا ريحتها هتتغير ولا هيبقى فيها اي حاجه، هتبقى زي ما هي كانك لسه جايباها، وزي المصانع بره او زي المحلات بره. هنعمل بقى اللي هو احنا خلصنا البرطمان الصغير، فهنعمل بقى اللي هو البرطمان الكبير ده. واخد كمية بصراحة كمية كبيرة قوي، لأن كان الكمية كبيرة الورق كتير والطماطم يا دوب مش مكفية، فأنا حطيت فيه كتير قوي خد يعني. الورق العنب لما بتلفيه جامد بياخد كتير فواخد ياما. الحلول بقى هنحطه دلوقتي في البرطمان على ورق العنب، هسيب لكم المقادير بتاعته في صندوق الوصف. وهنا دلوقتي بقى هنحط في قلب البرطمان كده المحلول ده. بيحافظ طبعا على الورق وبيخليه يعني تمام وكويس، مفيهوش أي عيب يحصل فيه مدة التخزين يعني. طبعا ويكون مقفول، يبقى مقفول محكم قوي يعني ما تخليش فيه اي هواء يدخله، لان الهواء لو دخله طبعا بيبوظ الورق ويبقى مش كويس طبعا ويبقى تخزينه وحش. انما انت كده المحلول مع انك تقفليه جامد قوي يبقى محكم، فده مش هيدخله هواء، فده بيحافظ عليه ان هو ما يجرالوش اي حاجه. هنملى بقى لحد ما يتملى. وكده بقى حبايبي ده الشكل النهائي بعد ما عملنا ورق العنب زي ما انتم شايفينه كده. حطينا عليه المحلول، وطبعا في الاول غسلناه وبعد كده لفيناه زي ما انتم شايفين واحده واحده، وبعد كده رصيناه في قلب البرطمانات، وبعد كده حطينا عليه بقى المحلول اهو زي ما انتم شايفينه كده. مقفاه جامد، لازم يكون الغطا يكون محكم جامد. فهنا بصوا اهي زي ما انتم شايفينه كده، ده المحلول بتاعه، وده الورق ملفوف طبعا على الوش ده بالعرض عشان كان في فراغ اللي هو معمول بالطول. ده برضه كده زيه زي ما انتم شايفينه اهو اهو هكذا يعني اهو. ده كده كله تمام اهو. طبعا لما بتيجي خلاص خلصتيه وبتقفليه لازم يكون الغطيان محكمة قوي، عشان لو في تهوية ولا في هوا داخل فيها بيبوظ ورق العنب. ان شاء الله هيقعد معاكم يعني من السنة للسنة، مش هيجراله اي حاجة. هيبقى الورق طبعا لما تيجي تطلعيه ان شاء الله بعد سنة هتلاقيه زي ما هو، لا في حاجة باظت ولا ريحته هتبقى وحشة ولا في اي حاجة خالص، هيبقى ولا فيها اي عيوب. ان شاء الله كده تستعمليها، وبالطريقه دي لو عملتيها طريقه بسيطه وسهله وما فيهاش اي حاجه، وزي ما بنقول حلاوتها في بساطتها.
فهتعمليها بنفس الطريقة وهتلاقيها جميلة وسهلة، وإن شاء الله تعمليها على طول ودايما.